سليب ووكينج. معظم الناس اغلب حياتها عامل زي ماشي وهو نايم، ماشي ومش دريان، كالناقة حين عقلوها ثم تركوها فلا يدري فيما عقلوها ولا فيما تركوها. يبقى ايه؟ مش شايف، مش قادر يشوف، لانه مش ما اتعودش ممارسه مفهوم الوعي، الحضور، الخشوع. زي ما بتخشع في الصلاه، واحيانا العمليه بتبقى صعبه جدا لان انت اكيد بتبقى ناسي. اكيد اللي مش قادر يخشع في الصلاه ده بيبقى ناسي انه بيد ربنا، استحاله يكون فاكر، لانه لو فاكر هيركز. لان كلمه الوعي في الشرق الاقصى بيسموها ذكرى، تذكير، ريممبرنس، اويرنس. فانت لو فاكر ربنا وفاكر انت واقف بين ايه، هتصلي وانت مركز. مش ممكن تخيل لو انت واقف بين ربنا بجد في الاخر مثلا وعمال باصص مثلا كده وباصص في الموبايل، استحاله. او بتفكر مثلا في صلاه البطاطس على البوتاجاز زي ما بنعمل احنا، او في الميعاد اللي هتروح تقابل، لانك نسيت في لحظه ان انت واقف بينك وبين ربنا. فالوعي ده هنا انك انت تفتكر نفسك، ما تنساش نفسك. عارف غزالها بالبلد كده، انت لسه تسيب نفسك يا ابني، خليك فاكر نفسك انت هنا ليه وبتعمل ايه وعايز ايه. في الدنيا، في القاعه دي، في الاجتماع ده، في الخروجه دي، دايما تبقى فاكر، فتنمي عضله الوعي. فبالعضله لما تكبر تبتدي تبقى عارف مناطق القوه عندك، مناطق الضعف. في امور مش هتبذل فيها مجهود، انا عارف ان ربنا اداك الطبع الفلاني فانا هبذل المجهود، احط انفستمنت وهستثمر في الحته دي، دي اللي هتجيب لي نتيجه. ما تبقاش ايه مع الهوجه، اصل يقول لك مش عارف ايه ده ناخد كورس مش عارف ايه وده كورس كمبيوتر، لا مش عارف، لا شرط انت ممكن مش مجهود لده. وكل ميسر لما خلق له. طب انت هتعرف انت ميسر لايه وانت مش مركز، وانت مش منتبه، فتجيلك الفرصه وتعديك. اذا اتلى الله لك الدلو فكن انت يوسف. هتجيلك الفرصه لو انت مركز وفاهم، هتقدر تلقط الحته دي بتاعتي قوي. هو ده الكورس اللي انا كنت عايز احضره، هو ده الراجل اللي انا كنت عايز اقعد معاه واتكلم معاه، هو ده الكتاب اللي اخيرا. فتلاقي ناس ثلاث ارباع الناس بتسالني عن كده، ايه نفسي عايز كتاب اقراه. ايه كتاب كيفيه عمل البرنامج، هتقرا اي حاجه مثلا. كيف تكتسب الثقه في 3 خطوات، وتقعد بقى تقرا انت وتضيع بقى، لان ما انتش عارف انت عايز ايه بالظبط، لانك ما ركزتش. انت مركز هنا بره. لو ركزت جوه قعدت مع نفسك عندك قدره على التامل. التامل هي فعل ومن خصائص الحكماء. يعني ايه تامل؟ التامل هو الجلوس مع النفس، التفكر دون انتظار رد سريع. فالتامل هنا كانه يعني تفكير طويل المدى شويه، يعني ما انتش ايه بتشوف حل بروبلم سولفنج او كده، لا التامل انت مجرد اطلقت فكرك بتركيز، مش مجرد سرحان مثلا في نمله ماشيه ولا غروب شمس، لا تركز في مستقبلك هيبقى عامل ازاي تقدر وما تستعجلش الرد. قد تلاقي رد ساعتها وقد تلاقي بعدين نتيجه التامل. واغلب الانبياء والحكماء خدوا فتره وكانوا بيتاملوا مع نفسهم من ان الى اخر. تمام؟ تعالوا نشوف الخاصيه الثانيه. احنا فاضل لنا كده قد ايه؟ ربع ساعه تقريبا؟ 10 دقائق. تمام. صفة المتحرك هو عقلية المساحة. يعني ايه عقلية مساحة؟ مساحة يجد مساحة حركة في أي مشكلة أو أي تحدي بيواجهه. عكس عقلية المتحرك عقلية المشلول الضحية. الضحية ده عقلية تدمن في علم النفس. أي عواطف على فكرة، أي مشاعر ممكن تدمنها. حتى لو كانت اكسايتمنت، يعني حتى لو كانت مشاعر اثاره، مش كده في ناس تروح تنط بقى من الجبال وتطلع مش عارف ايه وتعمل حاجات غريبه جدا، لانه ادمن لما الادرينالين راش في جسمه فبيروح يعمل حاجات غريبه. في ناس بتدمن الشكوى وتدمن الاحباط كمان. فلما بتدمن الاحباط وتدمن الشكوى تبقى في اللاوعي مش عايز مشكلتك تتحل. لان الايجو او الانا بتعمل حاجه لئيمه قوي، لو ما قدرتش تبقى نمره واحد بيلعب على المركز الايه؟ الاخير. حاجه اسمها ايه؟ مثبت البؤس. عارفين مثبت البؤس؟ اكيد عارفين. واحد بيشتكي من ابوه يقول لك ده ابويا عمل، اصل انت ما تعرفش ابويا بقى. كده من عندك كده كتير اسمها مثبت البؤس، بتشوف مين قد يكسب. ده انا شغلي، ده انا اتهريت، اشتغلت 12 ساعه، الواد مش 12 ساعه. انت ما تعرفش الاشتغل ليه؟
انا المدرس بتاعي او الدكتور مش عارف عمل ايه، والجامعه انت يا ابني انت ما دخلتش جامعه، تعالى بس الجامعه عندنا اتفرج. وهكذا كل واحد اسوء من الثاني، وكانك في حاله سخط دائم ومش عايز مشكلتك تتحل. خلاص ايه المشكله؟ النبي عليه الصلاه والسلام واحد راح يزور واحد عجوز وقال له يزوره عشان كان عنده حمى، قال له يعني طهوره ان شاء الله تطهرك وتقول لك ذوق. قال له بل هي حمى تفور على شيخ كبير لتورده القبور. فقال له النبي هي اذا عايزها كده، لو انت عايز تبقى فقري خليك كده، عايز تبقى غلبان عيش غلبان، ده عايز تعيش في دور المظلوم افضل مظلوم على طول، وتقعد تحيي ذكرى الظلم وقد ايه انت اتظلمت في حياتك، وتعمل لها كانها شريط متجدد كل يوم الصبح، وتقعد تتشحت تحط كل يوم كده واحد ماشي وراك بالكمانجه ويعيش بقى، مش مشكله. والناس بعد كده تيجي تنفر منك وعندك. انا اتقال لي نصيحه من حكيم في حياتي، قال لي يا ابني اتشحتف زي ما انت عايز، من حقك كلنا تصعب علينا نفسنا الصبح. اتشحتف زي ما انت عايز بس لمده 10 دقايق بس كل يوم، يبقى انت قاعد خلاص. يعني تبكت، عارف اللي بيبكت بيسموها تقليب الجراح. اوعى تكون ذلك الشخص، اوعى تبقى صاحب عقليه ضحيه بيقلب في جراحه كل قد ايه انا عارفه حظي قليل في الدنيا. عيب، خلي عندك ادب مع ربنا اولا، ثم نفسك. انت لو هانت عليك نفسك وبعدين ما تبقاش غيرها، انت بناء على ايه فقدت الامل وخلاص نزلت الستاره واتشحتت والتتر نزل وليه؟ والاوركسترا اللي انت مشغلها دي. انا عايزكم تراقبوا نفسكم لما تقعوا في هذا المحظور، كلنا بنقع، كلنا ذلك الرجل، وتراقب الاخرين لما بيعملوا ده. عارف ايه تقول؟ لا ما انا جربت وما مش نافع، مش عارف، لا ما انا اصلا عارف. وانت اول ما تلاقي حد كده وعلى طول كده هتعمل حركه واحده فقط، دي نصيحتي. قول له بعد اذنك انا رايح الحمام واوعى ترجع تاني. الاحباط معدي زي البرد بالظبط. السلبي الانسان المحبط اللي عاش خلاص دور الضحيه تقمصها هيعديك، لان المحبط عايز ايه؟ ونس. لانه لو بقى لوحده هتبقى مشكله، صح؟ عارفين احنا مثلا محبطين كده في المحاضره دمها تقيل بقى وتطلع بره فتقوم جايب لواحد ايه رايك في المحاضره؟ حلوه؟ هتعملوا كده يقول لك مش كده صح؟ والله الونس يعني ايه؟ اللي هي ايه رايك في حل بقى؟ كده؟ لا صح؟ اللي هو ايه؟ انت جاي مستني فجي قال لك مثلا بقى متفائل، تهبل ولا ايه؟ على طول يقلب معاك ايه؟ ده خطر، ده واحد متفائل. كده تعالى هنا مين ده؟ تجيبه بقى وتجيب معاه شله، انت عارف مجنون ولا ساكت ولا مش ساكت؟ تعالى كده بقى اللي بيحصل بالظبط. سبحانه وتعالى لو علمت بالغيب لاختار ربنا له حكمه، ان احنا نبقى واحد بننسى، نبقى واحد مش كل حاجه، لانك لو احيانا الحقيقه لا تتحملها، واحيانا الجهل نعمه والانسان ينسى، بدليل ان احنا مش من طبعنا او من حب الدنيا او من ناموسها ان انت تخفي الحب زي ما كانوا بيعملوا اليهود في جزء المقطوعه، او انه يقعد او بعض الشيعه لما كانوا يفتكروا فانت الامور في حداد انك تحزن على فشل معين، انك ده حصلت لك فقدت عزيز، الدنيا بتمشي معموله عشان تمشي، اللي بيحسب في الاخر فانت محتاج نفسك تركز. مش معنى كده انك بتستهين باي حاجه، ولكن هي ناموسها سنتها في الحياه انك انت تتقدم تتحرك، وزي ما بيقولوا اهالينا واجدادنا وفلاحينا وكده بيقولوا في الحركه بركه. كل ما تتحرك الطاقه بتتجدد، حظك بيزيد، رزقك بيوسع من الحركه. الحركه هنا المفهوم بيختص السعي، initiation، انك تسعى، والسعي عاده ليس له علاقه بالنتيجه، على فكره لا علاقه بين السعي والرزق. مش اكتر واحد بيشتغل هو اغنى واحد على فكره، مش شرط. ربنا له حكمه ساعات، وفي ايات كده زي مثلا شعبان عبد الرحيم كده، في بعض الناس ربنا بيرزقها من حيث لا تحتسب، فهي المجهود. دي حقيقه.
انت تعرف تغني لحن 40 سنه وتقدر تعمل فلوس كتير قوي، هو اللحن. في ناس تعمل تضرب معاها كده يرزق من يشاء. فانت بتسعى وليس الانسان الا ما سعى. وان سعيه سوف يرى، هيتشاف سعيك ده وعلى ربنا هيديك زي ما هو عايز سبحانه وتعالى. اخر حاجه تقريبا الوقت عدى كده ولا لا؟ كمل. آخر حاجة اللي هي المتصالح، القدرة على التعايش أو فن التعايش مع عدم الكمال وقبول مبدأ النقصان فيه. هو احنا في حد معترض على إن الكمال لله وحده بس؟ وانت بقى الحمد لله يعني لحقت نفسك. الكمال لله طبعا صح. بس احنا أغلب البشر ساعين للكمال دون أن يعي، سواء وعد ده أو لم يعي. معظمنا نظريا مؤمنين بالكمال لله، ولكن احنا كلنا بنسعى للكمال اللي هي نوع من الميراج، وبنقول لا ما لازم واحد يجتهد. لا، ما انت لازم تجتهد وفي شعره ما بين الاجتهاد والتفاصيل، وفي شعره ما بين الاجتهاد وتعرف ان هي دي في الاخر امكانياتك. وخلق الانسان ضعيف، فانت تعرف ان انت ربنا بتكرس امكانيات معينه في حته معينه. ما ينفعش التفاصيل وجلد الذات المبالغ فيه ده. فكرة تكسير مقاديف نفسك ان انت لازم تبقى كويس في كل حاجه. طب انت ربنا مديك رزق في حاجات معينه، امكانيات معينه، شطاره، فمش لازم تبقى اجتماعي من الدرجه الاولى، مش لازم تبقى كذا. النهارده انت شايفني بتكلم كويس على المسرح، ده لا يجعلني مثلا رب اسره كامل، لا يجعلني صديق مثالي، ده لا يجعلني رياضي مثلا صحتي كويسه. انا كويس في حته. لازم لو انا ببدع في حته لازم اكون ضايع في حته. لما اكون ذكي جدا في حته هتلاقوني غبي جدا في حته ثانيه. ربنا مقسمها كده. فتصالح ليس مع خطأك ومع ذلاتك، ولكن مع مبدأ انك دايما هتخطئ وهتذل احيانا. لازم سنه. فهتعمل لها ايه دي؟ تتعامل معاها ازاي؟ الملائكه كانوا بيستغربوا جدا، هتجعل فيها من يفسد فيها. طب انت عندك قدره على الخير وعندك قدره على الشر، ربنا اداك الحريه دي واداك المساحه دي واداك الامكانيات دي. فمن وقت الى اخر مش هتحقق اللي انت عايزه، هتتعب، هتعمل حاجه مش هتكملها للاخر. فما ينفعش كل ما الاقي حاجه من كده او ضارب نفسي ضربه في الركبه لحد ما الاقي نفسي بقيت منبطح، بقيت مشلول، ما بقاش عندي قيمه ذاتيه. الحركه يا جماعه بتيجي والاستمرار في الحياه بيجي ان انت بتبقى حاسس انك ليك قيمه. واللي بيحس انه ليه قيمه بيبقى واثق من نفسه نسبيا. على فكره الواثق من نفسه مش معنى كده ان هو امكانياته عاليه قوي وان هو ناجح في كل حاجه خالص. هو يرى عنده قدر من التوازن ما بين مناطق النقصان عنده ومناطق الكمال. عنده بالانس، نظره موزونه ما بين الاثنين. لكن اللي طول النهار باصص على النقصان ده بيكون عليه عنده نقص. فهو شايف ان هو مش هيبقى بني ادم الا لو اتقن الانجليزيه، او انه يبقى ابوه وامه كانوا كذا، او كان معاه قرشين كذا، او كان ساكن في المنطقه الفلانيه، او لو كذا او دايما باصص على اجزاء النقصان، ومن ثم حاسس بانعدام ثقه، لان قيمته قدام نفسه تكاد لا تساوي شيء. دي معناها ان انا اخلص. شكرا يا جماعه.